أخبار مفاجئة تؤكد بعودة المفاوضات بين مبابي وريال مدريد. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، ما رأيك بمستوى مبابي مع باريس والمنتخب الفرنسي؟ شاركونا بالتعليقات. كشف صحيفة ريليفو أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ما زال يأمل في توقيعه مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، رغم الصدمة التي أحدثها اللاعب سابقا بتجديد عقده مع ناديه الفرنسي في الوقت الذي كان فيه على اعتاب الانتقال للنادي الملكي. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم أن الباب ليس مغلقا أمام مبابي في ريال مدريد، بل إن فلورنتينو بيريز يريد توقيعه معه في يوم من الأيام. وأضاف التقرير: بيريز لم يغلق الباب أبدا أمام توقيعه مع اللاعب، وما زال يطمح من أجل رؤية مبابي بقميص ريال مدريد مستقبلا. وكان مبابي رفض الانتقال إلى ريال مدريد في صيف عام 2002 بصفقة انتقال حر، وجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025 بعدما كان على أبواب سانتياغو برنابيو. وحصد كيليان مبابي جائزة هداف بطولة كأس العالم 2022 يوم الأحد على ملعب لوسيل، وسجل مبابي 8 أهداف في بطولة كأس العالم، وهو على رقم في نسخة واحدة من المونديال منذ ظهر رونالدو في نسخة 2002. وكشف صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم عن مفاجأة في عقد كيليان مبابي الذي وقعه مع باريس سان جيرمان بعد أن كان قريبا من الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية. وفقا للصحيفة الفرنسية فإن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد لمدة عامين فقط مع موسم ثالث اختياري، مما يعني أنه مرتبط بالنادي الباريسي حتى صيف عام 2024. وأشارت ليكيب أن قصر مدة العقد ليست أمرا غريبا، لأن مبابي كان يرفض التجديد مع باريس بحيث أراد النادي ربطه بعقد طويل الأمد. وكان باريس سان جيرمان أعلن تجديد عقد مبابي في مايو الماضي حتى صيف عام 2025، ولم يستبعد مبابي بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان إمكانية الرحيل إلى ريال مدريد في المستقبل، وهذا ما أشار إليه بعد أيام من التوقيع على عقد جديد. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.